السلام عليكم، كيف الحال الجميع؟ أدري إن والله إنها الحين قمنا نقصر معكم في السوالف والعلوم الجانة والقصص والقصيد، الأشغال والظروف لكن لا فضينا بشروب الخير. هذا واحد اسمه سليمان الحساوي، له صديق ورفيق، وبينه وهي عشرة وصداقة قوية ورفقة قوية ما بي رفقة. سليمان هذا في يوم من الأيام يدوج في ديرتهم يوم عائلة، والله هناك البنت المزيونة اللي من شافها ما عاد يرقد، مطيرة النوم ولا عاد ياكل ولا عاد أموره بجانه. اللي يشوف البنت هاي زيونة يقولون في عصرها ما فيه زيها، لو ينطف الزين نطف منها. سليمان هذا يوم شافها ما عاد يشعر، راح لها وخطب البنت من أهلها على سنة الله ورسوله. أهلها قالوا اسمع يا سليمان، ما في غير سلامتك، حنا لا نملتينك على البنت، لكن البنت عطناك النية، والنية مبيتها لك ولا عليك مبدأ، وانت راح زين أمورك، ولا منك حطيت لك بيت وزينت وضعك، تعال نملك لك وتعرس على البنت. راح سليمان وفزع يدور للشغل وقام يشتغل، واخذ له فترة. أهل البنت قالوا سليمان لن يرجع، راح كنا ما يعود، يمكن مات، يمكن لا رسالة لا شيء، لا المهم انه قفة، تقطعت الرسالة من دونه، لا فيه لا جوالات من صديق سليمان ما درى ان سليمان خاطب البنت، ولا درى انه جاهم، ولا اعتلم عن شيء. مر لين يشوف البنت. يوم شاف البنت والله يوم سوات سليمان، تعلق قرايبه الماخو، طرد البنت لين عرف مكان بيتها، وجاء عندها أهلها وخطبها، وقالوا لك النية، زين وضعك ولا زينت وضعك ابشر بالخير، تعال ملك لك. راح وقام يدرج في الديرة ويشتغل ويجمع هنا، وحاطنا العين عليها ما يبها تروح، ويعطيها من الهدايا ويلبي لها طلبات لها، ويوم شافته من خرت معها راح وطي، هو تقوم تثقل عليه، هو تقوم تدلع عليه، هو تقوم تثقل الطلبات، عاطني جيب لي هات ود سو افعل، وهو مرة يسويها من طيب خاطر وبقلب الرحب، ما عنده مشكلة، خار معها يعني سلم المفاتيح عبد الله، وهي قامت تثقل عجيب لي تدلع وتهنى، وهو ما يلام راح ذاب. يوم شافت الدعوة اللون هي، وشافت صديق سليمان ما مثله بطوع، قالت ملكولي عليه عجل، حددوا له يوم، قالوا أهلها اليوم الفلاني، هو تعلمه، قالت اليوم الفلاني الله يحييك على الملكة. قبل اليوم الفلاني هذا بأيام جاك سليمان، يوم جاك سليمان للبنت قدمه، يوم شافت لكنها شاف تنذيب سرحان ويتنسل ويتجنب عن دربه ويتنحاش، قال يا علامة، ويلحقه بترك الساقة عادي، تناولتنا البيت، قال يا علامة، أنا سويت شيء فيها وأنا مدري، أنا زعلتها وأنا مدري. يقوم يفكر أنت يا سليمان، قال يا علامة علي، يوم رحت ما يبهاللون، وش السالفة؟ أنا يحاول يجيب الرجل ويتنحاش عنه، تنير ملا شافته منك ما تخليها قرب منها، منك وتنير تدسس في البيت ما عاد تطلع، كب السالفة ويش؟ هو يقوم ينشد يا ناس ويا عرب يا، قال أول حرمها مخطوبة وخاطبها فلان خطبها، قال والله أروح أزعل صديقي ولا أخذ الحرمة ولا ما أخذها، لا والله يوم محتار، لا والله يوم انصدم، لا والله يوم إنه انكسر، لا والله يوم إنه ما عاد هو بسليمان اللي هو السالفة وش يسوي؟ أنا زعل صديقي ولا خليه.
انا خليها انا تزوج. قال لا يردت بس خلها تروح، ماني بخاسر رفيجي علشانها. حرمه يجيب بدالها حرمه. قرر سليمان هي ترك الحرمه. صديقه استملك ومستملك وعايم في وجه سليمان. سليمان ينبال على وجهه، ما هو ينشد. قال سليمان وراها اللفع، وش السالفه ويش؟ قال وش سليمان كان خاطبنا الحرمه اللي انت خاطبتها وهذا ما حصل. قال انا ولد ابوي ولا علمتوني بخطبه سليمان يا اللي فيكم ما يخطيكم يقول لا 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 لاهل البنت. قال ما علمناك، حنا اشترناك وانت عاد. قال اشتريتوني يلا تراك طالق بالثلاث يلا. ويطلقها. اخسرت ولا اخسر صديقي. قام طلقها ويجيها العلم سليمان انه طلقها. قال سليمان والله ما دام انه طلقها علشاني انا، ما دام ان سليمان طلقها علشاني انا اخذها ولا اخليها. قام يطلب الخيره ايام ويشاور نفسه. قال تنعاف ما دبه خلتني في البدايه وسليمان طلقها علشاني وانا اخذتها عشان خاطره علشاني، وجيها توحيني. بلاش منها هلا. ويتركها سليمان مع درب خويه. التركه وياها رانها عنست. مشكلة الحلو دايم يجي عنده هوشات. اي والله. عاد غنى لها ابيات انت يا سليمان، ابيات يقول يمل عين كان في حجرها شاب، والجفن كانه يرتكز فيه عودي، على عشير كل ما جيت رحاب، واليوم عني يدرق بالعمودي، غدا به اللي كل ما درهم انطاب، لصار حس الملح مثل الرعودي، ما هو ولد خمع على الكور ينشاب، لاشتدت القال أردي الجنودي. وسلامتكم.